دكتورة علاج طبيعي انتحرت النهاردة يا جماعة بعد حادثة بسنت. هل الموضوع ده طبيعي؟ الناس زادت فيها قوي. يعني هو أي حد عنده مشاكل يروح يرمي نفسه من البلكونة، يرمي نفسه من أي حتة؟ المنتحر يا جماعة حرام عليه، المنتحر احنا مش حرام بنتعاطف معاه. عليه يا جماعة. الانتحار أصلا يعتبر كبيرة من الكبائر. المنتحر مش كافر، بس مش معنى إن هو مش كافر إن هو مش هيعذب. الشخص اللي بيفكر في الانتحار مجرد موتك أنت بتحكم على نفسك إن أنت من أهل النار. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد من الصحابة انتحر، صحابي. النبي رفض إنه يصلي عليه علشان ما يشرعش وما يحللش موضوع الانتحار. في شخص تاني من الصحابة ومجاهد في أرض المعركة كان بيحارب، يعني تخيلوا الشهادة وأعلى مرتبة. لما اتصاب قتل نفسه. النبي قال إن ده من أهل النار. هل أنت أفضل منه في وسط المعركة؟ الانتحار معناه إنك مجرد موتك بتتعرض لمحكمة هتتحاسب فيها على كل اللي عملته، وهتعرض نفسك إنك المشهد الانتحار المرعب ده يفضل يتكرر. ويا ريته هيتكرر في حاجة عادية. تخيل ان الحاجة اللي انت يعني العمارة او الجبل اللي انت هتنط منه او السم اللي انت هتاخده مش هيكون سم زي اللي انت اخدته في الدنيا، هيكون من نار. العمارة اللي انت هتنط منها او المكان العالي هيكون من نار وهتنط في نار، ويفضل المشهد ده يتكرر ابد ابدين. ودي الحقيقة يعني في الاحاديث كده فعلا، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى الله اعلى واعلم امتى بقى الرحمه، الله اعلى واعلم هل تخلد في النار للابد بدون خروج. ليه تحطوا نفسكم في موقف زي ده؟ يعني شوفوا اللي حواليكوا، شوفوا اللي بيحصل للناس اللي حوالينا في بلاد تانية بدون ذكر اسماء. هل الستات هناك انتحروا؟ اللي يمكن بيخسروا عائلاتهم كلهم هل انتحروا؟ فلوسها وبيوتهم ودنيتهم هل انتحروا؟ فكروا في الانتحار. والبنات واللي بيسيبوا بناتهم وعيالهم، هل حد هيحب البنات زي الام اللي فكرت ان هي تموت نفسها؟ ومش هترتاح مجرد الوفاة، مش هترتاح. انت بتتنقلي لحياة تانية هتتحاسبي فيها على الغلطة دي وتفضل تتكرر. تخيلوا الموقف اللي رعب الدنيا كلها، ان شخص بيقفز من مكان يفضل هو يعيشه تاني، يعيشه يعيشه يعيشه. ليه؟ حرام ان احنا نحكم على نفسنا الحكم ده. ما كلنا بنمر بظروف وكلنا بنمر بألم. وقصة الناس اللي تطلع تقول نتعاطف او ما نتعاطفش، احنا بشر لازم يكون عندنا احساس، لازم نتعاطف. لازم المشكلة تتحل من بدايتها مش نقعد نلوم الناس. ان تتحل، تشوف ايه المشاكل الناس دي وتتحل ويدوروا على حل الامور اللي بتعرض ربنا. احنا بنتعرض لضغوط عالية جدا. بس نعوذ بالله من شر الفتن، يعني نعوذ بالله من شر ذلك، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ذلك. وما ننتقدش حد ونستعيذ بالله من ان احنا نتعرض للفتن دي. ربنا ينجينا من الفتن يا رب. اللهم امين يا رب. محدش هيحب عيالكم غيركم والله. والله فعلا محدش هيحب العيال غير اهلها. حرام.